انا بقول انك المغرب تاخد كاس العالم كمان للانديه، ودي تاني مره. طب يعني انا ما اعرفش بقى احنا فين انا آه برضو ده سؤال دي وانا ما عنديش ملابساته قوه يعني. الاتحاد طب ما برافو عليك، قوه المسؤولين الاتحاد اللي الدولي برضو، لان الفيفا اللي بيختار. في ناس بيقدموا، بس الفيفا اللي بيختار. لا خلي بالك كمان يا فاروق ان المغرب تصمم ان نهائي افريقيا يتلعب، والموضوع انتهى خلاص والماتش خلص. لكن انت النهارده لما المغرب تصمم ان نهائي افريقيا يتلعب على ارضها، لا دي يبقى المغرب جاي بقوه. ان عنده اتحاد كره قوي واقف في بيقدموا على كاس الامم الافريقيه 2025. لا خلاص، ما انت بتتحط بقى، المغرب بتتحط على الطريق الصحيح، لان انت عندك اتحاد قوي. الناس اللي موجوده هناك بتخدم البلد وبتحب البلد، مش زينا احنا بنحب مصالحنا. النهارده ما تش فارقه معاهم مصر تكسب او ما تكسبش، المهم ان انا اجيب مدير فني مسؤول يتحمل المسؤوليه. انت ما بتجيبش صح، حتى اختياراتك للمدربين الفنيين ما صح. انا بقول لك، انا في منتخب 2006 في لعيب جه من المانيا على البطوله وخرجنا بتاعت اللي هي بتاع الكابتن محمد وهبه. انت ازاي انت بتجيب واحد ما عادش معاك في معسكر وبتقول ان هو محترف من المانيا؟ حتى اختيارك لبعض اللاعبين شافوا يعني ما حدش يعرف عنه حاجه. انا بقول لك ان ما حدش، وما اداش اداء كويس في البطوله. لكن انت بتتكلم هل النهارده هتخطط؟ لا، يبقى هتخطط لكاس العالم اللي جاي. يعني النهارده المغرب وصلت للدور قبل النهائي بشكل كويس جدا، لكن هل بعد كده ايه اللي هيحصل؟ النهارده كرواتيا لما كان بتلعب عندها امل ان هي كانت السنه اللي فاتت وصيف، فلما بتأدي وبتوصل لا بشكل كويس. لكن انت النهارده انت بتتكلم على المركز الثالث والرابع، ده مركز شرفي، لكن انت ما كنتش هتلعب على البطوله. لا بس رابع كعالم يعني ماشي، انا بتكلم ماشي، بس انت بالنسبه للمغرب ما كانش تحلم ان هي توصل للدور قبل النهائي، حتى لو هم بيخططوا. وبنتكلم على التخطيط، لكن انت بتخطط يكون عندك منتخب قوي، منتخب. وبنتكلم على التخطيط، لكن انت بتخطط يكون عندك منتخب قوي، منتخب قادر ان هو يكسب المنتخبات الكبيره. لكن انت بتتكلم على التخطيط، هتقارن بين مصر. لا هو مش فكره ده. انا بقول لك انا سعيد بالشكل وانت في الملعب وعمليه النقل والثقه، ولاعيب بيجيب مدرب شهرين وبينقلوا من بونو لسيرد باكات وبيعرفوا يطلعوا بالكوره. يعني خلينا بس لا، وفي رهبه عند المنتخبات اللي بتلعبها. يعني في حظ بتبتدي بالشكل ده، مش بتبتدي اول ما يضغط عليك منتخب. بيعرفوا على فكره منتخبات فرنسا ضغطت في وقت من الاوقات، المنتخبات بيصمموا عن ان هم يخرجوا بالشكل اللي هو يعني نموذجي. فده شيء بيخليني انا مبسوط بمنتخب المغرب، ونفسي منتخب مصر. مش فكره ان انا ارمي لصلاح او ارمي لتريزيجيه او العب الكره الطوليه دي. بس فيتوريا ما عندوش فكره ارمي لصلاح وتريزيجيه. يعني فيتوريا انا متفائل بيه في الحته دي بالذات، لما شفته في ماتش بلجيكا الودي. بتمنى يكون هو ده النهج يعني اللي هو ماشي عليه. خلي بالك، هو التخطيط اللي هو يبدا من الوقت يا فاروق مع فيتوريا. ان انت عندك 4 سنين، انت جاي ماضي 4 سنين، خلاص يبقى انت تبني. عشان كده الراجل بيزور القطاع الناشئين في الانديه. طبعا ده لازم يشتغل، وهو اللي يبص بنفسه عشان ما يقول لهم يشتغلوا ازاي يعني. طب ايه المشكله؟ على الاقل يقولوا مسابقات مش عيب على فكره، على الاقل يعني. هو كابتن حسن شحاته مش كان بيروح الانديه؟ تمام. لما كان بيقعد مع مانويل جوزيه وبيقعد مع قطاعات الناشئين برضه كان بيقعد. لازم يتفرج ولازم يشوف. على فكره لما تيجي تتكلم على الكابتن حسن شحاته، مدرب كويس، لكن هو كان بيخطط يكون عنده لعيب واثنين وثلاثه واربعه في كل الاماكن. لا، لعيبه قويه وعندها شخصيه. لكن انت في الجيل الحالي لا، عندك اللعيب ما عندكش البديل بتاعه. مين باك في منتخب مصر؟ اكرم توفيق اتصاب، مين اللي بيلعب؟ واكرم توفيق اصلا عمر كمال، واكرم توفيق عمر جابر يا باشا، يا اكرم يا فاروق، اكرم توفيق مش باك رايت، عمر كمال مش باك رايت. دي وليد صدفه ان انت في لعيبه اتصابت عندك، فانت اضطريت ان انت تلعب عمر كمال عبد الواحد. اكرم توفيق اصلا ديفندر وبيدافع، يعني حتى مع النادي الاهلي ما بيعملش اوفر. يعني انا الباك رايت لازم يحرر نفسه عشان يشتغل. انا بلعب في النادي الاهلي، انا خايف من ايه؟ لازم اهاجم ولازم اروح زي ما بتتكلم على منتخب مصر. انت بتلعب منتخب مصر، ما منتخب مصر ما بعملش اوفر. انا كل شويه ارفع الشورت واقعد ادوس واخبط واضرب. انت مش عاجبك اكرم ولا ايه؟ مش قلت مش عاجبني.